عليكم ورحمة الله. معكم أوراق حسن، أستاذ باحث بكلية العلوم جامعة محمد الأول بوجدة. هذا العرض يدخل في إطار التعريف بالتراث الأركيولوجي المادي واللامادي لجهة الشرق وتثمينه وجعله وسيلة للتنمية البشرية والثقافية ولما لا الاقتصادية وحفظ الذاكرة. إذن عنوان هذه المداخلة تراث ما قبل التاريخ لجهة الشرق، أهم الاكتشافات وبعض رهانات التنمية. هذا العرض يشمل تقديم نتائج أبحاث فريقنا الميدانية وكذلك أعمال لأساتذة باحثين في جهة الشرق. بما أن جهة الشرق تعتبر من أغنى المناطق الأثرية في المغرب كما سنرى، فإن المغرب يعتبر من أغنى بلدان شمال إفريقيا من حيث المواقع الأثرية وبالخصوص المتوفرة على بقايا الإنسان القديم. المغرب يتوفر على كل أو جل فترات العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث، يشكل أرضية خصبة لتتبع مراحل تطور عصور ما قبل التاريخ كما هي بالنسبة لحقب الأزمنة الجيولوجية بالمغرب. فالمغرب يقال أنه جنة على الأرض طبعا للباحثين الجيولوجيين، فإنها كذلك تعتبر بمثابة جنة على الأرض للباحثين الأركيولوجيين. المغرب له مكانة خاصة إفريقيا في مجال الأبحاث العلمية. في الماضي كانت جل الأبحاث أو النتائج العلمية فيما يتعلق بالإنسان القديم أو الحضارات الأركيولوجية القديمة تأتينا من شرق وجنوب أفريقيا، والمغرب بفضل الاكتشافات وبفضل الأبحاث الميدانية للباحثين المغاربة وبمشاركة باحثين دوليين أصبح المغرب له مكانة خاصة كذلك فرضت على القارة الإفريقية. المغرب كان دائما أرض ترحاب للعديد من المجتمعات البشرية من عصور ما قبل التاريخ، هذا تذكير. وقد وفرت المواقع الرئيسية بقايا بشرية أحفورية مما سمح للمختصين ودراسة تطورها المورفولوجي والثقافي. مثلا جبل إغود اكتشفت فيه أقدم إنسان هومو سابينس، مقلع توماس اكتشف به أقدم أداة حجرية، تافوغالت أقدم حضارة لا مادية. جهة الشرق لم تكن منعزلة أو خارج السرب بل ساهمت في إثراء التراث الأركيولوجي المغاربي وكذا الإنساني. المغرب يعتبر مهد الإنسانية بالنسبة للإنسان الحديث الهومو سابينس، قدم أقدم إنسان حديث في العالم يعود تاريخه إلى 300 ألف سنة. العثور على بقايا بشرية أحفورية، هذا الاكتشاف المهم جلب أنظار العالم إلى المغرب. اكتشافات جديدة تقلب مفاهيم علوم الحفريات، إذ كانت يعتقد أن مصدر أو منبع مهد هذه الحضارات كانت في شرق إفريقيا في إثيوبيا، أصبحت الآن مصدر للبحث، وهي الآن أقدم بقايا بشرية اكتشفت من المغرب على الصفحات الأولى لكبريات المجلات العلمية والإخبارية. لقى أثرية كذلك تدل على اهتمام الإنسان القديم بالفن، ليرمز إلى ظهور الفكر الرمزي أو مفهوم الجمالية، لأن الإنسان القديم لم يكن يهتم فقط بصناعة الأدوات الحجرية أو البحث عن المأكل والمبيت، وإنما كذلك كان يهتم بالتزيين
وتزيين. المغرب يعتبر مهدا للثقافات اللامادية للبشرية، كما مهدا للفن وللفكر الرمزي، حيث اكتشف في مغارتي تافوغالت وإفرين عمار أقدم حلي معروف في العالم يعود إلى 82 أو أكثر سنة في تافوغالت حسب معلومات باحثين مغاربة وأجانب. أقدم حلي في العالم. هذا الاكتشاف الجديد لأقدم حلي معروف في العالم في المغرب يقلب كذلك مفاهيم ظهور انتشار الثقافات اللامادية. كان يعتقد قديما أن أوروبا أو كانت هي مصدر كل ما هو ثقافي وجميل كان يأتي من أوروبا، فهذه الأمور لم تعد صالحة إلى يومنا هذا. عثر في المغرب على جمجمة بشرية تحمل أقدم عملية جراحية في الدماغ ناجحة في العالم. إذن طب الجراحة كان الإنسان القديم كانت له دراية في إجراء عمليات جراحية ناجحة. وجمجمة تافوغالت المعروفة ونشرت في مجلات علمية منذ ستينات القرن الماضي، فهي لها عمر 11,000 سنة أو 12,000 سنة، وتعتبر إلى حد الآن أقدم عملية جراحية ناجحة عرفتها البشرية، وتوجد في تافوغالت. إذا صح التعبير فإنسان بنيزناسن هو أول جراح في العالم. عملية جراحية ناجحة كما تثبت، وهناك عملية جراحية غير ناجحة. أما العمليات الجراحية في الدماغ فكانت في ما قبل التاريخ معروفة في عالم ما قبل التاريخ، إلا أن جمجمة بنيزناسن أو تافوغالت تعتبر أقدم عملية. فنظر مثلا في مواقع أخرى مثل أفلو بالجزائر عملية جراحية ناجحة كذلك، وفي ركنية أحد مواقع الجزائر كذلك، وفي فرنسا. إذن عمليات الجراحية ما قبل التاريخ الناجحة في الدماغ معروفة في العالم. وقد عثر كذلك على هذه الأدوات التي استعملها الإنسان لإجراء هذه العمليات، وهي سكاكين من الصوان استخدمت للجراحة. كذلك في المغرب وفي جهة الشرق بقايا الأواني الفخارية للعصر الحجري الحديث لحسيونزقة بالريف الشرقي. ظهرت يعني تأريخ بالكربون المشع، الفحم المشع، التي تنسبها إلى 7010 سنة قبل الميلاد. بقايا لأواني فخارية لحاسيونزقان، إذن أقدم من الفخار الكارديالي الذي اعتبر إلى حد الآن أقدم فخار استعمل في العصر الحجري الحديث. وكان يعتقد أن الفخار الكارديالي اكتشف في أوروبا قبل انتقاله إلى شمال إفريقيا، وهذه المعلومات الجديدة تثبت العكس. إذن الآثار المغربية له ماض مشرق للمغرب. كل هذه الاكتشافات العلمية والخيرات التي تزخر بها بلادنا ربما ليست مصادفات، بل علامات تدل على أن المغرب بلد عريق وأرض معطاءة ومباركة. فقط علينا أن نثمن هذا الموروث وهذا الرصيد الثقافي الهام ونجعله وسيلة للتنمية، ولكي نترك للأجيال القادمة ولو الشيء القليل من الحضارة التي تركها لنا أجدادنا. هذا التراث مرتبط ارتباطا مباشرا بالهوية وحفظ الذاكرة. نظرا للارتباط الكبير والمباشر بين مستقبل التراث من جهة وبين التعليم والمجتمع والمكان من جهة أخرى، لذلك يجب العمل على تقوية الشعور بالهوية الوطنية والاعتزاز بتاريخها من خلال نشر المعرفة حول غنى التراث المغربي وتنوعه وأهميته. وعند ذلك يمكن حماية هذا التراث بعد التثمين والتعريف والتحسيس بأهميته. يمكن حماية التراث المغربي من قبل الأجيال القادمة وللأجيال القادمة.
إذن نعود إلى موضوعنا، وهو جهة الشرق. جهة الشرق، مساحة جهة الشرق 90,000 كيلومتر. بعثات فيها بعثات أثرية. إذن غنى، سنرى أن غنى هذا التراث يأتي بفضل الأبحاث الأركيولوجية الميدانية. عدة بعثات مغربية دولية في جل أقاليم جهة الشرق. مثلا هناك في إقليم فيقيق بعثة مغربية وبعثة مغربية فرنسية. إقليم جرادة التي نشتغل فيها بعثة مغربية وبعثة مغربية إسبانية. في بركان بعثة مغربية إنجليزية. في الناظور بعثة مغربية ألمانية إلى آخره. إذن هناك عدة بعثات أثرية بالتعاون مع البعثات المغربية. لجهة الشرق رصيد أركيولوجي مهم بشهادة أهل الاختصاص والخبراء. إذن نتج بفضل هذه التحريات والأبحاث الميدانية التي ذكرناها، والتي تندرج في إطار مشاريع أبحاث علمية تشرف عليها بعثات أثرية مغربية ودولية عدة منذ عقود، كشفت فيها عن عمق تراث جهة الشرق ودوره في إثراء التراث الإنساني. تعتبر جهة الشرق كما ذكرنا من أغنى المناطق الأثرية في المغرب، إذ أن أكثر من 500 موقع أثري قد تم تحديده حتى الآن بفضل التحريات الميدانية والأبحاث الميدانية. يمكننا أن نذكر أشهرها على سبيل المثال مغارة الحمام المعروفة لدينا جميعا، وهي مصنفة تراث وطني منذ الخمسينيات من القرن الماضي. مغارة الجمل كذلك مغارة مصنفة تراث وطني. كهف غفاس في رأس عصفور، إفر العمار بالناظور، مغارة خنفوذة، إفر البارود، النقوش والرسوم الصخرية بإقليم فيقيق إلى ذلك. إذن هذه بعض المواقع المهمة والمعروفة عالميا من حيث غناها الأركيولوجي. هذه بعض المواقع صنفت قلنا تراث وطني، واكتسبت شهرة عالمية من خلال الأبحاث والنتائج العلمية المحصلة، مثل مغارة الحمام، إفري العمار، حاسي ونزقا، غفاس إلى ذلك. إذن أهم خريطة، بدأنا بإعداد خريطة لأهم المواقع الأثرية. التثمين يبدأ من هنا، يبدأ بإعداد خريطة لجل المواقع. الوسائل الآن متوفرة لتحديد وتوثيق هذه المواقع الأثرية التي ستكون رهن إشارة المعنيين في إطار مشاريع التهيئة العمرانية أو إعداد مشاريع ومسارات سياحية. إذن هذه الخريطة تكمينية. خريطة كذلك لأهم المواقع الأركيولوجية الجديدة بعين مطهر التي نشتغل فيها حاليا منذ أكثر من 10 سنوات. إذن أعددنا خريطة وستكون جاهزة إن شاء الله وتسلم لجميع المسؤولين والمعنيين بالأمر. إذن آثار جهة الشرق غنى وتنوع، مواقع تضم مستحثات ولقى أثرية أكسبت الجهة تنوعا أركيولوجيا وغنى تاريخيا يعكس قدم استقرار الإنسان بجهة الشرق منذ مئات الآلاف من السنين. هذه الاكتشافات تجعلنا نحافظ على الارتباط والتواصل مع أسلافنا. لولا هذه الآثار واللقى الأثرية لما تعرفنا على إنسان القديم. إذا نذكر حضارات ما قبل التاريخ بجهة الشرق، وجود بشري قديم كما سنرى. إذا ظلت هذه المنطقة فضاء لاستقبال حضارات عديدة تنتمي لحقب ما قبل التاريخ، تعاقبت خلال فترة زمنية طويلة تجاوزت 100,000 2000 سنة. شهادات مادية تؤكد وجود بشري قديم، لأن الميدان الأركيولوجي لازم شهادات ميدانية تثبت ما نقول. أدوات حجرية ما قبل التاريخ متوفرة وبكثرة. بقايا الإنسان القديم في جميع مناطق تقريبا المنطقة الشرقية. بقايا الحيوانات البرية والوحيش التي استعمل الإنسان للمعيش.
إذن كشفت الحفريات الأثرية على أن جهة الشرق شهدت تعاقب العديد من حضارات ما قبل التاريخ منذ آلاف السنين، تشمل جل العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث والعصر ما قبيل التاريخ والتي تركت آثارا مهمة. إذن هذه الحضارات حسب القدم وهي الحضارة الأشولية والمستيرية والعاترية والإبروموريزية وحضارة العصر الحجري الحديث. إذن أسماء طبقت على مناطق اكتشفت فيها لأول مرة هذه الحضارات أو هذه اللغة الأثرية. الحضارة المستيرية والحضارة الأشولية والمستيرية موقعان في فرنسا، سانت أشول وموستيي. وإذن كل المرة الأولى اكتشفت هذه الأدوات الحجرية وسميت هذه الحضارات بأسماء المواقع التي اكتشفت فيها لأول مرة. الحضارة العاترية، الحضارة الإبروموريزية، وحضارات العصر الحجري الحديث. إذن كذلك نشير إلى أن لضمان الاستمرارية في مجال البحث العلمي الميداني نعمد على مشاركة الطلبة في الحفريات الأركيولوجية والتحريات الميدانية، خاصة طلبة الماستر والدكتوراه والأسدس السادس. هذه هم طلبة، يعني هم جيل الغد لتتمة هذه الأبحاث الأركيولوجية. إذن أقدم آثار النشاط مادي بشري مسجل في جهة الشرقية. إذن هنا ورشة عمل لصناعة الأدوات الحجرية. هذه الصناعة تعتبر يعني صناعة الأدوات الحجرية بالنسبة للعلماء الآثار تعتبر بداية ظهور البعد الثقافي. يعني صناعة الأدوات الحجرية هي بمثابة بداية ظهور البعد الثقافي. كيف؟ أول دراية لإنسان ما قبل التاريخ هو صنع هذه الأدوات الحجرية، لأنه كان في حاجة ماسة إلى الأدوات الحجرية في تلك الحقب. إذن تفكير مسبق لأداة تستعمل لأغراض مهمة، وبينها ظهر البعد الثقافي أو التفكير المفاهيمي. Donc le premier savoir-faire de l'homme, c'est la fabrication de l'outil, et d'après les spécialistes, d'où la naissance de la pensée conceptuelle et d'où la naissance de la dimension culturelle. Donc entre بين العقل الذي يفكر واليد التي تصنع هذه الأداة، يعني انبثقت هذه الفكرة، التفكير المفاهيمي وصنع هذه الأدوات الجميلة لإنسان ما قبل التاريخ. إذن حضارات ما قبل التاريخ كما قلنا وجود بشري قديم بجهة الشرق. إذن هذه المنطقة كما قلنا كانت تعاقبت عليها عدة حضارات ما قبل التاريخ، وسنذكر بالتفاصيل جل هذه الحضارات ما قبل التاريخ بجهة الشرق. إذن كما قلنا أن هذه المنطقة الغنية بتراثها الأركيولوجي المادي واللامادي تعاقبت عليه عديد من حضارات ما قبل التاريخ، وتركت لنا آثارا مهمة تتمثل في لقى أثرية، بقايا عظام إنسان، حيوانات، تحف فنية منقولة، نقوش صخرية. إذن الحضارة الأولى الآشولية هي نسبة إلى موقع كما قلنا سانت أشول في فرنسا. هذه الحضارة تتواجد في جميع أقاليم جهة الشرق بدون استثناء، وتتمثل هذه الحضارات بعض اللقى أو النماذج من الأدوات الحجرية، وخاصة ما يعرف بفاس أو أدوات حجرية محددة الطرفين. إذن أقدم حضارة أشولية معروفة بجهة الشرق يعود تاريخها إلى أزيد من 400 ألف سنة، وقد اكتشفت في جهة الشرق في عين أغبال بجماعة رقادة، عين رقادة، وفي مناطق أخرى كذلك في عين بن مطهر. ونحن بصدد يعني تأريخ هذه الأدوات أو هذه اللي بفاس الأدوات المحددة من جهتين. إذن عرفنا هذه الحضارة، فمن هم
فناني وصانعي هذه الحضارة الأشولية. هو إنسان يسمى هومو إيريكتوس. هذا الإنسان كان يعيش في المغارات ويعتمد على الصيد والقطف في تدبير شؤونه المعيشية. اكتشف أول مرة في أفريقيا وشرع في غزو العالم. اكتشف في الصين، في إندونيسيا، أوروبا والمغرب الكبير. هو أول من أتقن الأدوات الحجرية المحددة الطرفين لبيفاس، وأضاف إليها التماثل أو التناظر، وبه ظهرت كذلك فكرة الجمالية. أول من شرع في تدجين النار. إذن في الوقت الحالي يعتبر مقلع كاريار توما أو كوتوماس هو أقدم أحفورية بشرية تم اكتشافها في المغرب. يحدد تاريخها ب700 ألف سنة، ولم تكتشف إلى حد الآن أي أحفورية بشرية في جهة الشرق تنتمي إلى هذا الصنف هومو إيريكتوس. إذن أول من أتقن الأدوات الحجرية المحددة الطرفين، وإضافة إليها التماثل الثنائي لا سيميتري بيلاتيرال أو التناظر. إذن صنع أدوات حجرية متقنة، وكذلك أضاف إليها هذا التناظر الثنائي. صنع أدوات حجرية للاستعمال اليومي، وكذلك أدوات حجرية جميلة المظهر. هو أول من شرع في تدجين النار. تأتي الحضارة المستيرية وتأخذ اسم من موستي، وهو كذلك موقع في جنوب فرنسا، وتضم محكات ومناقش وصدايا صنعت من حجر السوان. وظهرت بتقنية جديدة تسمى تقنية لوفالوا. يعني هذه التقنية كقوقعة للسلحفاة، وهي تقنية جديدة ومعروفة في جميع أنحاء الجهة الشرقية، وكذلك في تفوغالت. أقدم حضارة عمرت مغارة تفوغالت هي الحضارة المستيرية، وهي ممثلة تمثيلا جيدا في شرق المغرب، كمغارة تفوغالت، غفاس، عين بن مطهر، ويتراوح عمرها ما بين 120 ألف سنة و60 ألف سنة. وهذه التواريخ يعني يعاد فيها النظر وتختلف من جهة إلى أخرى. إذن هذه غير معطيات، فقط للتذكير. الحضارة المستيرية كذلك موجودة في جهة عين بن مطهر، إقليم جرادة. من هم صانعي هذه الحضارة المستيرية في المغرب التي تتواجد آثارها في جميع ربوع الجهة الشرقية؟ إذن هناك إنسان هومو سابينس قديم، هو الذي اكتشف في مغارة جبل غود وأرخ ب 300 ألف سنة. أقدم إنسان هومو سابينس عثر عليه في العالم، وهو مكتشف في المغرب. في أوروبا نجد اكتشاف صنف آخر من الإنسان، هو يسمى لوم دو نياندرتال، الذي لم يكتشف إلى حد الآن في مناطق أخرى سوى في أوروبا والشرق الأوسط. إذن المغرب لا يبعد عن أوروبا إلا ب 13 كيلومتر، ونجد أن في أوروبا يوجد إنسان نياندرتال، وفي المغرب شمال إفريقيا يوجد إنسان هومو سابينس القديم. تأتي الحضارة الثالثة، هي الحضارة العاترية، نسبة إلى بير العاتر في الجزائر، وهي محددة لمنطقة شمال إفريقيا والصحراء الكبرى. إذن spécifique à la région, endémique si on veut dire. وتشمل رؤوس رماح بمقبض تسمى الرؤوس الرماح العاترية، وتتكون كذلك من شظايا ومكاشط، ورؤوس الرماح صنعت من أحجار السوان، وكذلك تتواجد في جميع ربوع الجهة الشرقية، وتتواجد في مغارة تفوغالت وغفاس وعين بن مطهر ومناطق أخرى.
الحضارة العاتيرية في عين بن مطهر متوفرة وبكثرة كذلك في أهم المناطق مثل منطقة سويوينة، سهب الغار، واد الشارف، واد الربط، قارة السلطنة. في قفيت كذلك، هذه المنطقة التي اكتشفت فيها حديثا بقايا لحضارات ما قبل التاريخ، والتي تدخل في إطار أبحاثنا الميدانية في هذه المنطقة. إذن حتى لأن جل تثبت أن الحفريات تثبت وجود هذه الحضارة بكثافة في جميع مناطق المغرب بفضل التحريات الميدانية والحفريات. وكما العادة منهم صانع هذه الحضارة العاترية التي تتواجد آثارها في جميع ربوع الجهة، وهو إنسان هومو سابينس أركايك، هو الإنسان هومو سابينس القديم، وجد لأول مرة في دار السلطان في الرباط، وكذلك في مغارة الهرهورة جهة تمارة. يذكر أن حسب جون روش الذي بدأ الحفريات الأركيولوجية بعد غولمان وآخرين في مغارة تفوغالت، أنه اكتشف بعض بقايا حفورية لإنسان أتيريان، ولكن مع الأسف لم يتم العثور على هذه البقايا. ونعلم أن جل البقايا الأركيولوجية لإنسان القديم كما سنرى 200 شخص، يعني كلها تتواجد بالمتحف الوطني للآثار في فرنسا. إذن تأتي حضارة أخرى، حضارة تسمى الحضارة الإبيروموريزية. إنسان إبيروموريزي استعمل تقنيات مختلفة للحصول على أدوات حجرية جديدة المتمثلة في أدوات صغيرة على شكل هندسي، والصفائح المنقحة على ظهرها سيدي ميكروليت جيومتريك على ميلادو أكوراباتو. ترجمة بعض الأحيان تقنية تكون صعبة. وهذه الحضارة اكتشفت في مغارة تفوغالت ومغارة إفرين عمار ومغارة قنفودة وغفاس وفي جميع أنحاء الجهة الشرقية. مغارة قنفودة نشتغل بها حاليا. إذن باحث إسباني قدم أطروحته على مغارة قنفودة، ويثبت لنا مدى أهمية هذه المغارة من حيث الحضارات التي سكنت هذه الجهة. من هم صانعي هذه الحضارة الإبيروموريزية؟ هم يسمى المشتويد، هم جاء بعد العصر العاتيري، وهم إنسان هومو سابينس كالإنسان الحالي، لا يختلف في المظهر ولا في الشكل، إلا أنه قديم. اكتشفت هذه الحضارة الإبيروموريزية معروفة كثيرا في المغرب، حوالي 60 موقع اكتشف إلى حد الآن، والعدد في تزايد. وأهم هذه المواقع هو مغارة تفوغالت بالمغرب ومغارة أفلو بالجزائر. إذا نصل إلى حضارة العصر الحجري الحديث، وهنا ظهرت أدوات جديدة وتقنيات جديدة، واستعملت تقنيات مختلفة للحصول على أدوات حجرية جديدة، وهذا راجع لاختلاف ولنمط العيش الذي تغير. نمط عيش الإنسان اهتم بالزراعة وتدجين الحيوانات والاستقرار، حتى أن بعض الآثاريين يتحدث عن الثورة النيوليتيكية، حين حدث تغير نمط جذري في نمط عيش الإنسان. كان يعيش في المغارات والصيد والقطف وعدم الاستقرار، أصبح الآن يهتم بالزراعة والتدجين الحيوانات والاستقرار. ومن طبيعة الحال تظهر أدوات لها علاقة بهذا النمط الجديد للعيش، فؤوس مصقولة، أدوات
لها علاقة بأدوات الطحن لمول إليمولات، أدوات للطحن، وكذلك استمرارية في صنع اللقى يعني الحلي. يعني رأينا أن الحلي اكتشف منذ زمن طويل، ولكن استمراريته حتى العصر النيوليثي في جل المغارات المغربية. هذا الاستمرارية في هذا الفن وفي هذا التفكير الرمزي لإنسان. وكذلك عثرنا في مغارة عين بن مطهر كمغارة التي كانت تصنع فيه هذه الحلي أو تتقن. إذا نصل إلى النقوش والصباغات الصخرية. اللقى الأثرية تؤكد أيضا مدى اهتمام الإنسان القديم كما قلنا بالفن وبالفكر الرمزي خلال العصر الحجري الحديث، بالإضافة إلى اهتمامه بالصناعة الحجرية. إذا مواقع الفن الصخري بالمغرب، المغرب يعتبر من أغنى بلدان إفريقيا وشمال إفريقيا من حيث النقوش الصخرية، وإذا أكثر من 450 ربما 500 موقع. والنقوش الصخرية غالبية هذه النقوش هي نقوش صخرية، أما لوحات الصباغة الصخرية فهي تمثل نسبة قليلة مقارنة مع النقوش الصخرية. والمواقع التي تتواجد فيها غالبا ما تتواجد في إقليم فيجيغ ونواحيه. لم نعثر على نقوش صخرية إلى حد الآن، لا نقول أنها لا توجد، ولكن لم يتم العثور عليها في أماكن أخرى غير إقليم فيجيغ ونواحيه في جهة الشرق. إذن ظهور الفن الصخري يعود أولى التحف الفنية بجهة الشرق إلى العصر الحجري الحديث حوالي 6000 سنة. إذن هذا تقديري فقط، لم تسمح لنا كما تعلمون أن تأريخ النقوش الصخرية صعب جدا. خلاف إذن فيجيغ أو إقليم فيجيغ يعتبر كمتحف مكشوف على الهواء بالنسبة لهذه النقوش التي تركها الإنسان القديم. الفن الصخري في فيجيغ متنوعة وتشمل عدة مراحل، وجهة الشرق هي واحدة من المناطق القليلة في المغرب التي تتواجد فيها لوحات النقوش والصباغة الصخرية مثلا. إذن هناك نقوش صخرية وصباغة كذلك شطرانية في أهم المواقع الأثرية بجهة الشرق. إذن هناك كذلك نجد إلى جانب كل النقوش الصخرية تتواجد الكراكير هذا أو المدافن الجنائزية. إذن هذه وأدوات حجرية. ومن نثير الملاحظة أن التراث الصخري لهذه المنطقة وكسائر مناطق المغرب مهددة سواء من عوامل الطبيعية التعرية أو من جانب النهب والتخريب من قبل باحثي الكنوز وعدم وعي بأهمية هذا التراث وهذا الموروث الثقافي المهم لأجدادنا. إذن تنوع هذه النقوش، قد صدر كتاب مؤخرا عن هذه النقوش الصخرية، وكذلك نقوش كتابية تيفيناخ، نقوش أمازيغية مرسومة في مثلا ركيزة وفي حيتامة، ومواقع رسوم الصخور في منطقة فيجيغ لها ارتباطات واضحة جدا مع باقي مواقع المغرب مثل مواقع الأطلس. إذن تشابه في هذه التحف الفنية والنقوش الصخرية. إذن الحقب الليبية الأمازيغية أيضا كما قلنا وسنعود بالتفصيل إن شاء الله في حلقة أخرى لنتحدث عن التراث يعني النقوش الصخرية في جهة الشرق، فهي تستحق محاضرة أو مداخلة كاملة مخصصة لهذا التراث. إذن من أجل الحفاظ على ارتباط والتواصل مع أسلافنا، لولا هذه التحف الفنية والمحافظة عليها والنقوش لما تعرفنا على الإنسان الأول الذي عمر المنطقة، ترك لنا ما كان ينعم به من ثقافة بلغته ووسائله التي نعتبرها اليوم بدائية، أكثر من بدائية، فهي جد متطورة
تدل على مدى عقلية ونضج هذا الإنسان القديم الذي ترك لنا تحف يعني جد مهمة. وهذا الموقع اكتشف مؤخرا يعني في 2019 بفضل الأبحاث الأركيولوجية، وكذلك تعاون مع الساكنة المحلية وبعض المهتمين بالمجال، لأن التعريف بالتراث يساعدنا على الاهتمام بالتراث، وكذلك يساعدنا على اكتشاف جل المواقع الأثرية اللي اكتشفناها في إقليم جرادة تعود بالدرجة الأولى إلى الساكنة نعم نقول بتحريات ميدانية بالطبع، ولكن الساكنة تسهل لنا الأمور وتدلنا على مواقع مهمة وآثار جد مهمة. في التعاون مع الساكنة المحلية يعتبر أهم جدا في ميدان البحث العلمي ولربح الوقت. إذن من هم صانعي هذه الحضارة العصر الحجري الحديث؟ إذن الإنسان اهتم بالزراعة، اهتم هناك تغيير جذري كما قلنا في طريقة حياة السكان، ظهور الزراعة، تدجين الحيوانات، استقرار، تخلي عن الكهوف، وظهور لأولى القرى. إذن هنا الأدلة الثانية لتواجد الإنسان القديم بجهة الشرق وهي بقايا العظام البشرية، يعني مباشر، تواجد مباشر لأقدم الأحافير البشرية التي اكتشفناها في هذه المنطقة. كما قلنا أن جون روش اكتشف بقية لإنسان العتيري ولكن لم نعثر عليه، وهذا يدل أن بقايا الإنسان كثيرة جدا في هذه المنطقة، ولكن فقط توجد في أماكن ربما خارج الوطن لدراستها وإعادة تأريخها. إذن أقدم إنسان إلى حد الآن عثر عليه هو الإنسان الإبيروموريزي في مغارة إفرين عمار، وكذلك في تافوغالت يعود إلى 16,000 سنة و12,000 سنة. إذن هذا جمجمة إنسان إفرين عمار التي اكتشفت 2002 بمغارة إفرين عمار على يد باحثين مغاربة تابعين لمعهد الآثار والتراث بتعاون مع جهات ألمانية. إنسان إفرين عمار الإبيروموريزي 16 أو 15,000 سنة. إنسان تافوغالت، إذن مغارة تافوغالت تعتبر بمغارة يعني بيداغوجية فيها تسلسل عدة حضارات كما سنرى، ولكن الأحافير الإنسانية التي تم العثور عليها تنتمي فقط إلى إنسان الإبيروموريزي الذي يقدر ب 11,000 سنة حتى 12,000 سنة ما قبل التاريخ. إذن ينتمي إنسان تافوغالت الإبيروموريزي بالطبع إلى صنف هومو سابينس، والذي يشابه إنسان أوروبا المعروف بكرومانيوم. إذن الطبقات الأركيولوجية، هذا الموقع يعتبر من أغنى المواقع في العالم، إذ اكتشفت فيه أكثر من 200 شخص يعني انديفيدو في هذه المغارة، ولا توجد حتى الآن على حسب معلوماتي مغارة أخرى تشابه هذا من حيث هذا العدد الهائل من البقايا الإنسانية في مغارة أخرى في العالم. إذن هذا تراث غني ومتنوع ولكن غير معروف وغير مثمن. هناك كذلك من خلال الدراسة نستحضر بعض العادات وطقوس إنسان الإبيروموريزي، مثلا ظاهرة إزالة القواطع عند الإنسان الإبيروموريزي. إنسان إبيروموريزي جل يعني الجمجمات التي عثر عليها فيها آثار إزالة القواطع عند الإنسان لزادولت. إذن أكثر من 200 شخص اكتشفت بمغارة تافوغالت، وكما قلنا هي أول مغارة في العالم حسب معلوماتي من حيث عدد بقايا الإنسان الأحفوري.
حتى الآن. وإزالة القواطع ظاهرة عند الإنسان الإبيروموريزي عامة، فنجده مثلا في إفرين عمار، هذه فك سفلي بدون قواطع، وكذلك الإنسان سواء الأنثى أو الذكر هناك إزالة هذه القواطع، وكذلك في مواقع أخرى مثل أفلو. إذن هذه ظاهرة تخص إنسان إبيروموريزي لهذه ظاهرة إزالة. ونحن عندما نكتشف بقايا إنسان بدون قواطع مسبقا تعود إلى أذهاننا أنها تابعة لحضارات الإنسان الإبيروموريزي. وكذلك طقوس استعمال الأكسيد الأحمر ما يسمى بالمغرة أو لوك روج. إذن إنسان هناك طقوس جنائزية لا نتطرق إليها بالتفصيل، ولكن عندنا أدلة تثبت أن الإنسان دفن يعني عدة مرات. الدفن الأول إخراج الهياكل، صباغتها بالمغرة وإعادة دفنها، كما تظهر لنا آثار هذه الأكسيد الأحمر على جماجم وعلى بقايا عظام إنسان تفوغالت. إذن الشكل آخر من بقايا من حضارات ما قبل التاريخ هي بقايا حيوانات ما قبل التاريخ، لغيست دانيمو فوسيل. إذن أسفرت عمليات الحفريات على عثور بقايا حيوانات كانت مصدر عيش لإنسان آنذاك. أبانت الدراسة على أن هذه الحيوانات تنتمي إلى فصائل مختلفة، جل الحيوانات البقريات، الضباء، الغزلان إلى ذلك. وهذا التنوع وهذا العدد الهائل يسمح لنا بإعادة يعني حياة كيف نمط عيش الإنسان، وكذلك البيئة التي كان يعيشها ويتطور فيها. يعني الحياة اليومية يمكن التعرف عليها، وكذلك الحياة الإنسان القديم بخلال البيئة التي كان يعيش فيها ويتطور فيها. إذن بعض المواقع التي اكتشفناها في عين بني مطهر وجلها تقريبا تظهر على ضفاف واد الحي، واد الشارف أو واد زا. إذن المواقع إن لم تكن هناك مغارات فجل المواقع في الهضاب العليا تتواجد حول ضفاف أنهار مثل واد الحي، واد الشارف، واد زا. إذن هذه بعض المواقع التي اكتشفنا فيها آثار لبقايا حيوانات استهلكها الإنسان القديم في حياته المعيشية اليومية. إذن هذه بعض المواقع حول عين بني مطهر. إذن بعض هذه الصور يعني حيوانات يعني ضخمة تدل على يعني كثافة يعني الجو، يعني الطبيعة التي كانت تتطور فيها هذه تحتاج إلى كمية هائلة من النباتات ومن الأشجار. إذن هناك بيئة تختلف الآن على البيئة الحالية التي تظهر في هذه. إذن عدة أصناف ويعني حيوانات ضخمة ويعني بيان كونسيرفي. هذه البقايا الوحيش مثلا الكبش البري لاروي لاموتراغوس اكتشف في مغارة عين بني مطهر ومغارة تفوغالت ومغارة قنفودة. إذن هذا مدى غنى هذه المواقع الأثرية في جهة الشرق. إذن لائحة طويلة ويعني أبحاث أنجزت من خلال هذه اللقى لحيوانات الإنسان، طروحتين على مغارة قنفودة ومغارة أخرى. إذن هذا يدل على أهمية وغنى هذا التراث بجهة الشرق. إذن هناك مثلا يعني علاقة وطيدة بين بعض الحيوانات والإنسان القديم. مثلا الإنسان الإبيروموريزي كان يعني يهتم أكثر ويصطاد أكثر بالأروي أو اللاموتراغوس. وهل هناك كذلك بالنسبة للإنسان الآتيري يهتم بالغزلان. إذن معظم المواقع الأثرية
بشرق المغرب تتوفر على طبقات وترسبات أركيولوجية عميقة، وهذا مهم بالنسبة للباحثين، والتي من خلالها نستخرج اللقى الأثرية لعديد من الحضارات. إذن مثلا مغارة تفوغالت بمثابة موطن لإنسان العصر الحجري على الأرجح لفترة طويلة، ولأهمية الأثرية للمغارة من خلال ظهور وتعاقب عدة حضارات ما قبل التاريخ. إذن هذه بالنسبة لنا تعتبر مغارة بيداغوجية، لأن ظهرت فيها عدة تسلسل من خلال الطبقات الأركيولوجية. يمكن أن نتعرف على عدة حضارات، مثلا الحضارة المستيرية، الحضارة العتيرية، الحضارة الإبيرومولزية، والحفريات ما زالت مستمرة ولم نصل إلى قاع المغارة. ربما ستكون هناك حضارات أخرى. المغارة في المستوى. إذن تحدد الطبقات الأركيولوجية حسب محتواها وتنوعها الأثري. إفرين عمار، إذن الطبقات الأركيولوجية عميقة جدا. قنفذة كذلك. إذن تقنية كذلك تقنية جديدة، توموغرافي إلكتريك، يمكن أن نتعرف على طبقات الأركيولوجية بدون حفريات مسبقة، ولكن فقط لهذه الوسيلة لكي نتعرف على عمق وسمك الطبقات الأركيولوجية. مثلا في مغارة قنفذة استعملناها. إذن مغارة قنفذة تصل حتى الآن إلى 5 أمتار على الأقل. إذن هناك حفريات لأجيال طويلة. وكذلك حماية المواقع الأثرية أصبحت كذلك من بين اهتماماتنا. إذن بخلاصة، إن بإمكان تراث جهة الشرق الغني والمتنوع والذي يمتد جذوره إلى آلاف السنين أن يتحول إلى مشروع تنموي متفاعل للاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية. فقط علينا أن نثمن ونحافظ على هذا التراث وإدراجه ضمن مشاريع التنمية، وإجراء مسح شامل لكل الأشكال التراثية التي تتواجد بالمنطقة في خريطة أركيولوجية، مع تشخيص لواقعه الراهن بإشراك الساكنة المحلية، كما رأينا أن الساكنة المحلية تثمن التراث وتحافظ عليه، وربما سيعود عليها بالنفع. إذن بعض تراث الآثاري ورهانات التنمية. إذن تراث غني ومتنوع، ولكن مع الأسف لا يدرج من ضمن فعاليات من التنمية للجهات. يمكن بعد تثمينه أن يكون حافزا في دعم التنمية المستدامة، التنمية البشرية، التنمية المستدامة، تعزيز السياحة الثقافية والعلمية. إذن بعض الاقتراحات: بما أن لدينا مواقع تضم مستحثات ولقى أثرية أكسبت الجهة تنوعا أركيولوجيا، إذن إنشاء متاحف تعرف الزائر بآثار الإنسان القديم وتعاقب الحضارات بالمنطقة، إحداث مسارات سياحية لزيارة لأهم المواقع الأثرية والطبيعية للمنطقة، تهيئ منتزه جيولوجي طبيعي وأثري في بعض المناطق كجبال نيزناسن وغوروغو وتندرارا مثلا، إدراج التراث في المقررات العلمية. إذن تحسيس بأهمية التراث وحفر الذاكرة يعتبر أساس جدا للحفاظ والتعريف على هذا التراث، والقيام بحملات للتحسيس بأهمية التراث ودوره في حفظ الذاكرة وتقوية الشعور بالهوية الوطنية والاعتزاز بتاريخها. إذن بدأنا بإنشاء متحف جامعي في جهة الشرق بكلية العلوم، ونحن بصدد تهيئ وإعداد متحف جهوي للآثار، لأن لا يعقل أن جهة الشرق كما قلنا فيها 90,000 كيلومتر ولا يتواجد فيها متحف جهوي للآثار. وشكرا لتتبعكم على هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله.